اهلا بيكم، ازيكم؟ النهارده جايب لكم موديل جديد تفوق على شات جي بي تي وعلى لاما 3.1 متدرب من خلال كوان 2.572 بليون، والموديل ده اسمه اثين فيرجن 2. اول حاجه خلينا نيجي نشوف المقارنه مع بعض ما بين كوان وما بين شات جي بي تي ولاما. هنلاقيه ان هو في نازل منه 2 موديلز، واحد للايجنت وواحد للشات. بالنسبه للايجنت، موديل الايجنت تفوق على كوان وشات جي بي تي 4 ولاما 3.1. اما بالنسبة لموديل الشات فتفوق على شات جي بي تي 4 وكوان ولاما في كل الفيلدز فيما عدا واحد او اتنين. يعني مثلا في الايدر، وفروق بسيطة جدا في الجي بي كيو اي، وفروق بسيطة كمان في الام ام ال يو برو. غير كده هو متفوق في كل حاجة تانية على شات جي بي تي وعلى لاما 3.1. الميزه في الموديل ان هو completely open source، يعني مجاني تماما زي لاما. عيبه الوحيد ان مساحته كبيره. هقول لكم ازاي نتغلب على الموضوع دوت. لو رحنا على olama.com library هنلاقي الموديل ده موجود، تقدر تنزله منه وتحمله على جهازك وتشتغل بيه على جهازك. هو عيبه بس ان مساحته كبيره شويه، حوالي 47 جيجا. انما لو رحت على هاجينج فيس هتلاقيه بسهوله نازل 2 موديلز، نكسس فلو اثين فيرجن 2 شات ونكسس فلو اثين فيرجن 2 ايجنت. انت ممكن تستخدم اي موديل فيهم، الاتنين زي بعض بالظبط. الفرق بس ان الايجنتك دوت بيبقى للي بيستخدموا الاي بي اي، فتقدر بسهوله تنادي على الاي بي اي وتكول فانكشنز معينه من خلال استخدامك لاثين فيرجن 2 ايجنت. ولو فتحنا اثين فيرجن 2 شات وحبينا نشوف كومباريزون ما بينه وما بين كلود سونيت 3.5 وجي بي تي 4، هنلاقيه ان هو تفوق عليه في اغلب الفيلدز فيما عدا الماث، بس ان هو طلع اقل من الماث منهم بشوية. غير كده هو تغلب عليهم في كل حاجة تانية. وزي ما شفنا هو تغلب كمان على الموديلات التانية البنش مارك بتاعها بفروق كبيرة في بعض الفيلدز وفروق صغيرة في فيلدز تانية. النهاردة تعالوا نشوف ازاي ممكن نستخدمه من غير ما نحمله على جهازنا. كل اللي عليك تعمله هو ان انت تخش على موقع GLHF اللي هو goodluckhavefun.chat وهتسجل عليه. بمجرد ما هتسجل عليه هيدي لك مجموعة موديلات ممكن تشتغل عليها بشكل مباشر، زي كوان 32 بليون، كوان 2.572 بليون، وميتا لاما تقدر ان انت تشات معاه دايركتلي بمجرد ما تدوس عليه. انا هنا مش هعمل كده، انا هاخد اللينك بتاعت النكسس فلو وهقول له كوبي من هنا بالظبط، وهروح على GLHF وهحط هنا هو بيست وهدوس انتر. مجرد ما هدوس انتر هيبتدي يحمله، هو دلوقتي جاهز معايا للشات. خلينا نسأله اسئلة صعبة شوية. فانا سألته ان هو ام علي عندها 5 اولاد، محمد واحمد ومحسن وسيد، ما اسم الابن الخامس؟ طبعا ده سؤال احنا عارفين اجابته، بس اغلب الشات موديلز ما بتقدرش ان هي تجاوب عليه. فهو قال لي هنا هو السؤال الذي طرحته يعتمد على التفكير خارج الصندوق، الإجابة على ما يبدو بديهية لكنها تحتاج إلى نظرة مختلفة. الاسم هو علي، وهو عنده حق فعلا، أم علي، ذلك لأن السؤال يبدأ بأم علي، مما يعني أن هناك ابن اسمه علي لم يتم ذكر اسمه ضمن الأولاد الأربعة الآخرين محمد وأحمد ومحسن وسيد، إذن الابن الخامس هو علي. بصراحة موديل بيفكر بشكل منطقي بشكل كويس جدا. سؤال تاني هسأله هنا هو، قلت له لماذا الخديوي اسماعيل يحب الكاتشب؟ طبعا على ايام الخديوي اسماعيل ما كانش فيه كاتشب، بس مشكلة بتواجهنا دايما مع شات جي بي تي ان هو ما بيعرفش يقول انا ما اعرفش، وما يعرفش يقول ان الكلام ده مش صح. هو بيصدق على الكلام وبيكمل عادي. فانا دلوقتي هسأله لماذا الخديوي اسماعيل يحب الكاتشب، وخلينا نشوف مع بعض الرد بتاعه هيكون ايه. ابتدى يرد عليا السؤال عن الخديوي اسماعيل وحبه للكاتشب، يبدو انها مسحة او لغز لا يعتمد على حقائق تاريخية موثقة. الخديوي اسماعيل الذي حكم مصر من كذا لكذا لم يكن معروفا بشكل خاص بحبه للكاتشب، ولم يذكر هذا الجانب من شخصيته في السجلات التاريخية. والله انا شايف ان هو رد كويس معقول. اذا كنت تقصد شيئا اخر او لديك سياق معين فرجاء توضيحه، ساحاول مساعدتك بشكل افضل. في حالة كان هذا مجرد لغز او مسحة فقد يكون الهدف منه التفكير خارج الصندوق او استخلاص نقطة معينة، لكن بدون مزيد من السياق من الصعب الإجابة بشكل دقيق. فأنا شايف إجابته كويسة جدا بالنسبة للسؤال ده. كمان لو عندكم أسئلة تانية قولولي، خلينا نسأله ونجربه مع بعض ونشوف نتيجة الموديل دوت كانت عاملة ازاي. أنا جربته في الكودينج لكن ما وصلتش منه لنتيجة ممتازة. طبعا لو قارناه بويند سيرف، ويند سيرف يتفوق عنه بمراحل، وده لان هو شغال جوه الاي دي اي نفسه. لكن انا شايفها بداية رائعة بالنسبة للاوبن سورس ال ال ام
ان هو يشوف النور، بالذات ان هو مجاني بشكل كامل. جربوه وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة بتاعتنا عشان يوصلك كل جديد. وده كان فيديو سريع عن الموديل الجديد اثين فيرجن 2. شكرا على متابعتكم، اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة، واشوفكم على خير. مع السلامة.